السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة معاكم نعمل كفتة الحاتي بطريقة بردك اقتصادية وكويسة. هنبتدي أول حاجة أقول لكم المقادير. بس أهم حاجة لازم يبقى معانا برغل، عشان ده هيزود معانا الكمية. برغل الضحى، طبعا منتجات الضحى معروفة لا غنى عنها يعني، ونضيفة وما بتتنقاش، جودتها كويسة يعني. تمام. ومعانا نص كيلو لحمة، ومعانا بالظبط طمن 125 الدوش اهو اللي انتوا عارفينه اهو. طب احنا عايزين نعمل كفتة الضاني نحط ليا، هو ده الفرق بين اللحمة الكفتة الضاني والكفتة الكندوز العادية. ده بقدونس. طبعا ممكن نحط بقدونس اللي هو ناشف اللي من عند العطار، اللي مش متواجد عنده ده، انا مش متواجد عندي بصراحة. ماشي. تفل بصل ما يكونش فيه ميه، تفل بصله متوسطه، وطماطميتين صغنطاطين بردك التفل بتاعهم. ودي الميه اللي طلعت من الطماطم والبصل هنعملها هنستخدمها في الاخر. التوابل بتاعتنا بقى، التوابل اهي. معانا ربع معلقه بيكنج باودر، معلقتين ملح، معلقتين صغيرين. طبعا الملح حسب الرغبه، حسب الرغبه. دي معلقه صغيره بهارات سبع. دوت بصل بودر اختياري، عايزه تحطيه ما عندكيش مش مشكله. بردك ده نص معلقه صغيره، ونص معلقه حبهان مطحون. ربع معلقه قرفه، دي ربع معلقه قرفه صغيره. معلقه صغيره فلفل اسود. هنبتدي بقى. والبرغل الكميه قد ايه؟ كوبايه اهي. الكوبايه دي مش عارفه واضحه ولا لا اهي. الكوبايه ديت كوبايه الا 3/4. لا، كوبايه الا تلت بالظبط، كوبايه الا تلت اهي. وزيها ميه مغليه. هنبتدي نعمل كده يا حبايبي. هنحط البرغل، طبعا ده متنقي ونظيف زي ما قلت لكم، منتجات الضحى جميله. وهنجيب معانا كمان ايه؟ الميه المغليه اهي. الكوبايه اهي المقدار، لو انتوا حابين تشوفوه اكتر المقدار اهو، كوبايه يعني. اهي نحط عليها ميه مغليه. تمام. هقلبها. وهنسيبها بقى ايه؟ هنسيبها مدة ربع ساعة. هنسيبها ربع ساعة لغاية ما تشرب ميتها. هنا دلوقتي البرغل بعد ربع ساعة مش شرب المية، مفيهوش نقطة مية اهو اهو. هنعمل بقى ازاي؟ هنحط المقادير دي، هنحط البصل اهو، المقادير دي، او هنحط تفل البصل اهو. حط الطماطم، تفل الطماطم بردك اهو، مفيش ميه خالص عشان ما تفكش مني. واحط البقدونس اهو، واحط الدوش اهو، واحط التوابل بتاعتي. ونعجنها كده في بعضها، وهنفرمها في الكبه ونرجع لكم اهو يا حبايبي. بعد ما عديتها وش كده في الكبه اهي، بقت بالطريقه دي اهي. دي اللي هي الخلطه بالبرغل بكده. هنحط بقى يا حبايبي اللحمه اهي، وهنعجنها مع بعض ونرجع لكم اهي. بعد ما عجنتها بالبرغل اللي احنا ضربناه في الكبه اهي. ممكن بقى حضراتكم لو حسيتها ان هي خشنه شويه، ممكن تعملوها ايه، ضربه في الكبه كده، ضربه واحده عشان ما تنعمش قوي تبقى ناعمه. انا كده مظبوطه معايا، مش محتاجه ان انا اضربها اهي اهي. تمام. وهنجيب بقى صينيه، هنجيب بقى الصينيه زي كده ونحط عليها حلقات بصل
وعشان هنحطها في الفرن مش هنشويها طبعا على الفحم، ولو على الفحم ممكن بنحطها في سياخ وبنبلها بايدينا واحنا بنعمل احنا قلنا ايه، بالطماطم وعليها ميه البصل ونقطه صغيره خل. تمام. هنملس بيها كده ونملس بردك بيها بشويه زيت على الوش كده، ونعملها مفرغه. عندنا سياخ تمام، عندنا عصيان شيش طاووق تمام، حاجه زي دي كده مثلا، معلقه بس تكون مدوره. انا عندي المعالق دي مربعه، كان المعالق التانية الخضراء السيليكون دي مدوره. اي حاجه بتعملي عليها المهم تبقى مفرغه وخرم واسع، يعني ما تضايقهاش قوي. تمام، عشان تستوي وتاخد سوا كويس اهو. تمام، هنصبعها لكم ونرجع لكم. اهي يا حبايبي زي ما صبعتها لكم اهي. طبعا دي مش الكميه كلها، انا بس عملت كميه كده اوريها لكم. سايبه لكم ده اوريكم السمك قد ايه اهو، مفتوح اهو اهو، مفتوحه ازاي عشان تستوي وتبقى كويسه. ونسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا بنسيبها في التلاجة 5 دقايق او 10 دقايق ترتاح بس في التلاجة، العجينه ترتاح اللي هي الكفته في التلاجة. واهي اهي وبالهنا والشفا. هنحطها في الفرن على نار متوسطه، هنحطها في الفرن على نار متوسطه. ممكن تديها فوق 5 دقايق او 10 دقايق على النار من فوق، وبعد كده تنزليها في الفرن. وهقول لكم نعمل ايه بردك لما ايه نخليها زي ريحه كفته الحياتي بالظبط. انا حطيتهم في الفرن، حطيتها لكم في الرف المتوسط على الصاج اهي، اتحطت في الفرن. وهنشوف بقى لما تستوي هنقول لكم خدت وقت قد ايه، وبالهنا والشفا. اهي وهي في الفرن خدت بالظبط ربع ساعه، وزي ما انا قلت لكم مهديه بردك النار شويه عشان تاخد راحتها في السوا. ودلوقتي وانا معاك ولعت الشوايه اللي فوق، مش هتاخد اقل من دقيقه 30 ثانيه ونطفي عليها. اهي الكفته بعد ما خرجت استوت، لونها خرافه 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 اهو. الطبق ده فيه ماده دهنيه، هنحط دلوقتي فيه الفحميه عشان تاخد ريحه الكفته الحاتي. هنوريكم دلوقتي اهي، شايفين البخار وجماله. هنعمل بقى ايه الغطا كده ونكتمها، وقولوا لي بقى ايه رايكم. هنا يا اصحابي بنعمل مكرونه وصلصه جنب الكفته. مكرونه سباكيتي، حطينا في الميه زيت وملح، ودلقنا طبعا المكرونه تتسلق. وهنا الصلصه زي ما احنا متعودين نعملها، حطيت زيت، وبعد كده الصلصه عشان اطلع منها المواد الحافظه، وبعد كده دلقت الطماطم وبتتسبك، وحطيت التوابل ملح وفلفل. عندك بودره بصل بودر، توم بودر، حطي ربع معلقه باربيكا وملح، او الملح حسب الرغبه برضه. تمام. ولما يخلص بقى الطبق ان شاء الله نوريه لكم. واحلى كفته دي ولا ايه؟ جربوها وهتدعولي بجد والله، جامده جدا. انا دقتها تحفه 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 تحفه، ظبطت معايا. لو ما ظبطتش هقول لكم. الصباع جميل اهوت، والكفته جميله ماسكه نفسها اهيت. والبصل اللي انا حطيته تحت عشان ما تتحرقش، ما فيش حاجه عندي بتترمي اهي. البصل ده هنحطه على المكرونه. وادي المكرونه الاسباجيتي. حصلت حادثه كده بسيطه، بس لا قدر الله ما شاء فعل، وانا بعملها لكم بصورها لكم. التليفون وقع في الصلصه في الزيت، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كان نفسي اوريها لكم وانا بعملها، بس عادي انا جبتها لكم قبل كده واعيدها لكم تاني. البصل بقى ممكن نحطه كده على الوش كده، المحروق الجميل ده اللي بطعم اللحمه وريحه اللحمه. وايه بقى الفحم خلتها ايه بقى، حاتي 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 بجد بجد. كفته رهيبه، جربوها ومش مسؤوله لو حد جاء لما شاف الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود عليكم الايام بخير. كفته الحاتي مع غاده وندى حبيبه قلبي.